عايزه تنتقمي منه، عايزه تربيه، ما تحطلهوش خطط، اختفي من حياته وامشي وسيبيه. I don't have time. خرشي على السود، خرشي على الخسسان، خرشي على السوسته. انا الوحيده اللي بلبس سوسته عادي، يعني مش كاني الموضوع جديد غريب. لازم ادلع في نفسي، خرشي على السولوتير، الله اكبر، اللهم صل على النبي. عايزه انتقم منه، ما اقعدش اكلمه واتابع الاستوري بتاعته واعمل اكونتات فيك واسال صاحبتي اللي ضايفاه ونزل استوري ايه النهارده، واقعد منتظراه واستنى ليله القدر ارجع ادعي يا رب والنبي يرجع لي. بلوك. احرمه من وجودي. على فكره انا من الشخصيات اللي بعمل ده في حياتي. على فكره مش شرط مع الراجل، مع حد بشتغل معاه، مع صاحبتي. ما تعبش نفسي، يعني ما تدخلش اقولها ده انا بحبك، ده انا بموت فيكي، ده انا بعشقك. طالما ليها رصيد هنقعد ونتكلم ونتصالح. ملهاش عندي رصيد، خلاص القصه انتهت، وهي بني ادمه ما تستاهلش. ما بقولهاش اشمعنى وليه وانا كنت بحبك واقعد اتكلم واقعد احكي في الموضوع. لا 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 لا، باخد جنبه واحرمها. كون ان انت تمشي وتسيب الشخص وتحرميه من وجودك، هو ده العقاب. ما هي صاحبتي دي ولا الشخص اللي شغال معايا اما يرجع ظهره هيفتكر الخير اللي انا كنت بعمله له. صاحبتي هتفتكر مواقفي الكويسه اللي كنت معاها. اللي شغال معايا او شغال تحتي هيبقى فاكر اني انا وقفت جنبه، ان انا كنت بعامله ازاي، اني هو هيندم. الشخص اللي انا بحبه هيرجع ظهره مع الممرز. ما اذتنيش، ما جاتش عليا، ما خانتنيش، ما بهدي، انا اللي وحش. فايه العقاب اللي بيبقى المفروض ان الواحده تحطه في اي علاقه؟ بمشي، بحرمك من وجودي. انا لسه هناقشك احنا ما عندناش وقت. المحتوى زفت هنا بفلوس، الريل ده بفلوس، مش فاضيين. انت لو ما كنتش هتقدر الست اللي معاك، انت لو مش عارف قيمتي، انا اعرفها لك. حاضر، بمشي من حياته. طب انا مشيت وما رجعش يا امان، ما انا مش هستناه تاني يوم وبعد اسبوع واقعد مستنيه. قلبك لطاقه ان انت قاعده منتظراه عمره ما هيجي. لكن لو انت حطيتي اي موضوع، جربي كده تحطي اي موضوع ورا ظهرك، هتبصي تلاقيه في ظرف كام يوم بيرجع. طب جربي انك تقعدي مثبته على موضوع معين، عمره ما هيتم، عمره ما هيجي حتى لو جاي. ما تقعديش تنتظري حاجه انت عايزاها، ما تقعديش تضغطي على نفسك في حاجه انت عايزاها. خلاص موضوع خلص، لا اله الا الله. هتوحشني صاحبتي، خلاص هاخد جنب. حد شغال معايا، خلاص مش هنشتغل تاني مع بعض. لكن اضغط نفسي واعلي الضغط عليا واقعد اعيط وانهار ويا رب ليه ومش ليه. لا لا لا، مع السلامه. طالما عملتي اللي عليكي في العلاقه، طالما قدمتي كل حاجه في ايدك، ولكن هو، وانا بقول هو اللي ما عرفش يقدم لك الحاجه اللي ناقصاكي، يبقى المشكله عنده هو. يبقى هو هيوحشنا، يبقى الانتقام ان انا خلاص انت مش في حياتي. شيري الريل ده. فالانتقام اقوى حاجه ليه انك تمشي وتسيبيه.